كنت في فرح اخو صاحبي وبقول له: ما شاء الله بنت عمك دي جميلة قوي يا عادل. تقصد مين؟ اهل وراك دي مفيش غيرها لابس حجاب. هي مخطوبة؟ شكلها مريح جدا ولبسها محترم قوي. ايه يا عم انت النظر اخباره ايه عندك؟ دي حلوة دي. وبعدين هم لاقيين ياكلوا عشان يتجوزوا؟ انا عمي ميت من زمان وسايبها هي واخواتها لسه بيدرسوا. ابويا اللي بيصرف عليهم وعلى تعليم اخواتها. وبعدين دي كبيرة قوي عليك، دي عندها 30 سنة. أصل كل ما حد يجي يخطبها يلاقيهم مش قد الجهاز والجواز. ده انت يا عم 28 سنة، ايه اللي يزنقك على جوازة زي دي؟ استغربت قوي من طريقة كلام عادل عن بنت عمه، ولا كأنها من لحمه ودمه. وطريقته خلتني أصمم عليها أكتر وأكتر. بس اللي حصل بعد كده ما كنتش أتوقعه. وتعالوا أحكي لكم اللي حصل بعد كده. بس يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل قصة جديدة هنزلها. وما تنسوش ان تعليقاتكم بتحفزني كتير ان اكمل. ويلا نبدأ. انا حسام، مولود لأسرة مقتدرة ماديا والحمد لله. والدتي ست طيبة، وابويا راجل دين محترم. عنده جمعية صغيرة للتبرعات بيطلع منها مبالغ شهرية لغير المقتدرين. واخواتي الأكبر مني متجوزين بنات ناس وآخر احترام الحمد لله. كتير كنت بشوف ندى بنت عم عادل صاحبي وانا عندهم، او ساعات عادل يكون رايح لهم واروح معاه. وكانت بتلفت نظري بهدوءها ورقتها. وفي يوم كان فرح اخو عادل، وطبعا كنت معزوم. وشفتها، شفت ندى، وزي ما قلتلكوا بنت جميلة ورقيقة. وسألت عادل عليها، وكان رده زي الصدمة: يا عم دي عندها 30 سنة وانت لسه 28، هتعمل بيها ايه دي؟ وكمان دول مش لاقيين ياكلوا، هيجهزوا ازاي دول؟ عندك اخت يسرا اهي صغيرة وزي القمر وعندها 20 سنة. قلت له: انت بتتكلم بطريقة غريبة قوي يا عادل عن بنت عمك. ولا غريبة ولا حاجة، انا بقولك حقيقتهم. ده لولا ابويا كان جاعوا، وكانوا اخواتها خرجوا من المدارس وما كملوش تعليم. فبقولك دول هيجهزوا جهاز عروسة منين دول؟ كلام عادل عن ندى وجع قلبي، وخلاني اتمسك بيها اكتر. وفهمت منه انه زعل اني ما طلبتش اخته، واني اعجبت ببنت عمه. كان شايف ان اخته اولى. وبعد ما روحت البيت فضلت افكر فيها طول الليل. وتاني يوم طلعت قعدت مع ماما وبابا وقلت لهم: انا كنت امبارح في فرح اخو عادل صاحبي، وهناك شفت ندى بنت عمه واعجبت بيها قوي. يا بابا البنت محترمة جدا وهادية. ما شاء الله يا حبيبي، واحنا عايزين ايه تاني؟ طيب نروح وربنا يقدم اللي فيه الخير يا حبيبي. خلي صاحبك ياخد لنا ميعاد من اهلها. معلش يا بابا، انا عاوز ابعد عادل عن الموضوع ده، ويا ريت نروح احنا لاهلها. على فكرة يا ماما ندى يتيمة الاب وعايشة هي وامها واخواتها مع بعض. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يجعلك سند ليها يا حبيبي بعد ابوها. طب ليه يا حسام مش عاوز عادل يعرف حاجة عن الموضوع؟ مش عارف يا بابا، حسيت ان عادل عايزني اخطب اخته، وزعل لما اتكلمت عن بنت عمه. طب ليه كده؟ هو مش عارف ان الجواز والقبول ده نصيب واختيار من ربنا قبل ما يكون من اختيارنا؟ عموما يا ابني نروح ان شاء الله النهارده بعد العشاء. وفعلا رحنا عند ندى البيت من غير ما اقول لعادل. وهناك فتحت اختها: ازيك يا بنتي، ممكن تدي لماما خبر ان احنا عايزين نقابلها؟ حاضر يا عمو، ثواني. اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا يا مدام، احنا اسفين ان احنا جينا من غير ميعاد. ما تقوليش كده، تنوروا في اي وقت. انا شفتك فين قبل كده يا ابني؟ ايوه افتكرت، في فرح اخو عادل رؤوف. صح كده؟ ايوه يا طنط صح، كويس ان حضرتك افتكرتيني. حسام لما شاف ندى بنت حضرتك اعجب بيها قوي وباخلاقها، وشرف لينا اننا نتقدم ونطلب ايديها. ممكن تنادي على عروستنا نسلم عليها؟ اه طبعا، والله انتوا فاجئتونا، بس مفاجأة سعيدة جدا. يا ندى، يا ندى، تعالي يا حبيبتي سلمي. مساء الخير. مساء النور عليكي يا عروستنا. ما شاء الله ما شاء الله، احنا خطبناكي لحسام ابننا، وربنا يتمم على خير ان شاء الله. ضحكت ندى بخجل واتكسفت وما ردتش. وبعدها اتبادلنا الارقام واتكلمنا، وكانت سعيدة وباين عليها القبول. فرحت قلبي ومليته بحب الدنيا كله. فعلا بنت هادية ورقيقة، وأي شاب في الدنيا يتمناها. بس اللي عرفته بعد كده إن عمها وعادل راحوا زاروهم في بيتهم. بقولك إيه يا عايدة،
عايزك تلمي بنتك كده بعيد عن ولاد الناس. ألم بنتي؟ يعني ايه هلم بنتي؟ عيب قوي لما تقول الكلمة دي عن بنت اخوك. وبعدين شفت ايه منها علشان تقول عليها كده؟ شفت ايه؟ شغلت الواد صاحب عادل في الفرح وجابته على ملاوشه عشان يخطبها. لو سمحت يا مصطفى، ما تقولش كده على بنتي. من امتى بنتي بتشغل رجالة؟ الكلام ده عيب قوي على فكرة. هو حسام اللي اعجب بيها وجاب اهله وجم طلبوها. بصي يا عايدة، من الآخر كده، بنتك أكبر من الواد. في إيه؟ مش تخلي عندها شوية دم وتسيبوا البنت عمها؟ أهي صغيرة عن الواد في السن. والأهم من كل ده، عاوز أعرف هتجهزيها إزاي؟ والله لو على الجهاز الناس شارينا، وقال اللي تقدروا تجيبوها توه وعلى مهلكم. بس واضح إنه عندك اعتبارات تانية. بلا اعتبارات تانية بلا بتاع. ده واضح انكم اتكلمتوا على كل حاجة واتفقتوا. ايه يا هانم، هي ملهاش رجالة ولا ايه؟ لا طبعا، انا ولا اتفقت ولا حاجة. انا قلت لهم ان اي اتفاق هيكون مع عمها. كنت فاكراها زي بنتك وبتتمنى لها اللي بتتمناه لبنتك. ما توقعتش منك ان انت تقول عليها الكلام ده. طب اسمعي يا عايدة، من الاخر كده، حسام ابن ناس ومحترم، وكنت اتمناه لبنتي. ومن الأحسن إن كل حاجة تنتهي، وإلا تعتبري إن مصاريفكم واحتياجاتكم مش هقدر عليها من النهاردة. وكمان تمن دراسة وتعليم عيالك مش هقدر عليه. وربنا يتولاكم بقى. والاختيار في إيدك، انتي وبنتك. حرام عليك يا مصطفى، ليه عايز تكسر بخاطر بنتي؟ دي بنت أخوك ويتيمة، تهون عليك كده؟ بقولك إيه، بلاش جو الصعبانيات ده. صعبانيات؟ الله يسامحك. طب يسرى بنتك ما هي كانت قدامه من زمان. لو كان عايزها كان اتقدم لها من الأول، وما كانش فكر في بنتي. وهو اللي حصل العكس. ولو أنا قلت لأ، ضامن قوي إنه يتقدم لبنتك؟ دي بقى حاجات ملكيش فيها، أنا هتصرف معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا قلت اللي عندي، وانتم حرين بقى، الاختيار في إيديكم. بصيت لقيت ندى بتتهرب مني، واتصلت بيها مش بترد، ولا عارف اوصل لها، لا اتصال ولا فيسبوك ولا اي حاجة. كنت هتجنن، ما بقتش عارف اعمل ايه. واضطريت اروح لها البيت. قابلتني مامتها وقالت لي: اهلا اهلا، ازيك يا حسام يا ابني، عامل ايه؟ اهلا بك يا طنط، عاملة ايه؟ وندى عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ابني، كويسين. في ايه يا طنط؟ انا مش عارف ليه ندى مش بترد عليا، في حاجة ولا ايه؟ من الآخر كده يا حبيبي، ده نصيب. ومفيش نصيب بينك وبين ندى. ليه يا طنط بتقولي كده؟ ليه؟ هو في حاجة صدرت مني؟ حصل مني أي حاجة غلط ضايقتك انتي وندى؟ لا أبدا يا حبيبي، معلش، بس تعفيني من أي كلام في أي حاجة. هو نصيب ونصيبكم مش مع بعض. طيب ممكن حضرتك تنادي ندى تتكلم معاها؟ لا يا حسام، مبقاش ينفع. من فضلك ما تصعبهاش عليك وعليها. يعني ايه يا طنط الرفض كده من غير أي أسباب؟ ما عنديش رد عليك يا حسام، ما عنديش رد يا ابني. ومشيت وانا مش عارف في ايه، وفضلت احاول اتصل بيها تاني وتالت وبرضه مفيش رد. وما بقتش عارفة اتصرف ازاي. وما قلتش لأي حد من اهلي. بس قررت اتكلم مع عادل، يمكن يكون عنده الرد على الوضع اللي انا فيه ده. ورحت وقابلته. ازيك يا عادل؟ ازيك؟ انا ليا عتب جامد قوي عليك يا صاحبي، زعلان منك قوي. ازاي تروح تتقدم لبنت عمي من غير ما تقولي؟ ايه، هتتجوزها من ورايا؟ اما غريبة والله. لا يا عم، ولا من وراك ولا حاجة. انا قلت بس اجس نبض، ولو لقيت قبول منها ومن اهلها اكيد كنت هقولك عشان كمان اقابل باباك. اه ماشي، هعمل نفسي مصدق بس علشان انا مش عاوز اخسرك. وحاجة تافهة زي دي تزعلنا من بعض. طب عادل، ما تعرفش ندى مالها؟ كان كل حاجة تمام وموافقة، وكان في قبول بينا، وفجأة وقفت كل حاجة. يا ابني، ما انا قلت لك ما عجبكش كلامي. قلت لك انهم مش قد الجواز، امال هي ايه اللي مقعدها القعدة دي كلها من غير جواز؟ انا مش مقتنع بالكلام ده يا عادل. طب احنا ما ضغطناش عليهم. كانت حتى صرحتني مش تختفي بالشكل ده. والنهارده امها تقولي ده نصيب. يا حسام، قلت لك الناس دول محدش بيعرف لهم حقيقة. هما كده كلهم لوع ولقم. يا ابني سيبك منهم، مش هقولك تاني، انت تستاهل عيلة كبيرة وحسب ونسب. ومش هتلاقي احسن من يسرى اختي. يا عادل، يا عادل، يسرى على عيني وعلى راسي، بس ربنا يكرمها باللي يستاهلها. انا بعتبرها زي اختي. بعد اذنك. مشيت.
سبته ومشيت ومش عارف اعمل ايه. فكرت كتير وجالي احساس ان الرفض ده تم بعد ما عم ندى عرف اني اتقدمت لها. كلام عادل والحاحه ان اتجوز اخته شككني فيهم، وقررت اروح البيت عند ندى تاني. يا طنط انا هتجنن، انا مش عارف ليه عملتوا كده. انتوا كنتوا موافقين، عرفيني حتى ايه اللي حصل، ايه سبب الرفض ونتناقش فيه مع بعض، ده حقي. لا يا حسام، انا اللي مش من حقي افرح على حساب امي واخواتي. يعني ايه؟ تقصدي ايه يا ندى؟ يا ندى ردي عليا الله يخليكي، انا هتجنن. انا هقولك الحقيقة بس علشان اريحك، لكن قراري مش هرجع فيه. لما ماما فتحت عمي في موضوع جوازنا وعرف ان انت العريس، جالنا البيت هو وعادل، وقال لها قال لها كده بكل صراحة: جوازي منك هيكون مقابله انه يوقف اي مساعدة بيساعدنا بيها في البيت، وانا شغلي عمره ما يغطي اي مصاريف لينا، وماما واخواتي محتاجين كل جنيه عمي بيساعد بيه. ما كانش ينفع افرع على حسابهم. احنا ملناش نصيب في بعض يا حسام. ربنا يكرمك ويوفقك مع إنسانة كويسة وتستهلك، تكون من غير مشاكل ودوشة كتير حواليها. بس أنا شريكي يا ندى، شريكي ومستعد إن أقف جنبك، ومش عاوز أي مساعدة للجواز. أنا اللي هقوم بكل ده، وأنا مش هقبل بداية حسام، ومش هسمح إن مستقبل إخواتي يتهدد بسببي. واستأذنت ودخلت أوضتها. ورجعت البيت وأنا زعلان من اللي عمله عادل وأبوه. ما تخيلتش إن الحقد والغل يوصل بيهم لكده. يا ساتر يا رب. طب يتمنوا الخير لغيرهم عشان يلقوه. ودخل عليا بابا اوضتي وقال لي: ايه يا حسام، عامل ايه؟ قلت له: الحمد لله يا بابا. ايه يا واد، انت فاكرني مش حاسس بيك ولا ايه؟ في حاجة مغيراك شارد كده وعلى طول سرحان؟ لا ابدا يا بابا، ولا حاجة. طيب هنروح لندى امتى؟ للأسف يا بابا في مشاكل حصلت في موضوع خطوبتي انا وندى. مشاكل ليه يا ابني؟ خير. عمها زعلان اني هخطبها ومش هخطب بنته، وهم معتمدين عليه كتير في مصاريف البيت وتعليم اخواتها. عمها بيساعدهم كتير، بس للأسف عمها حاطط جوازنا في كفة، وتعليم اخواتها ومساعدته ليهم في الكفة التانية، وهي اختارت البعد عشان مصلحة اخواتها. انت بتقول ايه يا ابني؟ معقول في ناس كده؟ هان عليه ولاد اخوه الايتام يهينهم ويذلهم كده؟ يا ساتر يا رب. مش عارف اعمل ايه يا بابا. بص يا ابني، احنا نتمم الجوازة، والجهاز اللي على ندى ربنا يقدرنا ونشيله، وإن شاء الله أخصص لأهلها مصروف شهري من الجمعية، هم يستحقوا ده. بس ندى عمرها ما هتوافق يا بابا على الموضوع ده. والنقطة التانية، أنا مش عايز إخواتي أو أمي حتى يعرفوا حاجة عن الموضوع ده، علشان صورتها متتهزش قدامهم. يا حبيبي عمري ما هعرف حد حاجة عن الموضوع ده. مش هسمح إنها تكون أقل في نظر سلايفها في أي حاجة. دي حاجة هتكون بيني وبينك وبينهم بس. قوم البس خلينا نروح لهم يلا. يا حبيبي يا بابا، فرحتني وريحت قلبي وشلت عني الهم اللي كنت شايله. ربنا يخليك ليا يا رب. وفعلا رحت انا وبابا وقابلنا ندى ومامتها. وهناك بابا قال لهم: انا عرفت كل حاجة يا مدام عايدة، ومش عاوزكم تشيلوا اي هم. انا عندي 3 رجالة ربنا يحفظهم ويخليهم لي، وندى هتكون بنتي اللي مخلفتهاش. هحافظ عليها وعلى صورتها قبل اي حاجة. يا ندى يا بنتي، قلتها لك وهقولها لك تاني: مش هلاقي احسن منك لحسام ابني، واحنا اللي يشرفنا تقبلي بينا. العفو يا عم، حضرتك بتقول ايه بس؟ اسمعيني يا مدام عايدة، ما تشيليش هم جهاز ندى، احنا مع بعض وواحدة واحدة، وهنشيل كل اللي عليكم. احنا مش كل يوم هنلاقي بنت محترمة وبنت ناس تراعي ربنا في ابني بالشكل ده. وبالنسبة لمصاريف أولادك ودراستهم، انتوا عارفين ان انا اقدر اساعد فيها بفضل الجمعية بتاعتي، والموضوع ده مفيهوش اي احراج. كلنا موجودين في الدنيا علشان نساعد بعض، ومحدش يا ندى يا بنتي هيعرف حاجة عن الموضوع ده، ولا حتى والدة حسام. دي حاجة هتكون بينا احنا الأربعة وبس. لا يا عمو، أنا آسفة، أنا عمري ما أقبل بكده أبدا. بصي، أنا علشان ما أزعلش منك هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. ها بقى، الخطوبة الأسبوع الجاي وقت مناسب ليكو؟ ابتسمت ندى بخجل، والفرحة دخلت قلوبنا. وطنط عايدة اطمنت على بنتها وعلى باقي أولادها. وأنا قطعت علاقتي بعادل، ما يشرفنيش يكون ليا صاحب بالأنانية والحقد والغل ده كله. والجوازة تمت والحمد لله. كل يوم كنت بتأكد إني اخترت صح، وإن ندى بنت محترمة وهادية ومطيعة، شايلة أهلي في عينيها، أخلاقها حببت الكل فيها. وأحب أوجه كلمة لعم ندى وأقول له: انت ازاي ما كنتش خايف من ربنا وانت بتعمل كده في اولاد اخوك، وانت بتساومهم على مساعدتك ليهم؟ هان عليك ذل ودموع اليتامى؟
كل ده علشان طمعان في العريس لبنتك واستكترته على بنت أخوك. لازم تتعلم تصفي النية وتتمنى الخير لغيرك علشان ربنا يدولهولك. أصلا هو ده اللي دايم. وربنا يعينك ويقويك على حقدك وغلك اللي ورثته لولادك وعلمتهم ان النعمة لما تكون في ايد غيرهم يزعلوا ويتمنوها لنفسهم ويستكتروها على غيرهم. يا سيدي حب لأخيك ما تحبه لنفسك علشان تنعم بنعم الدنيا والآخرة. ولحد هنا خلصت قصتنا. أشوفكم بخير في قصص تانية كتير جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.